أهلا بكم مرة تانية في حلقة جديدة. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم وهو خدمة جديدة بيقدمها البنك الأهلي المصري، وهو إمكانية تحويل المعاشات على تطبيق الفون كاش أو المحافظ الإلكترونية الخاصة بالبنك الأهلي المصري، وهو فون كاش البنك الأهلي المصري. عشان نعرف محددات الموضوع ونعرف كمان الشروط واجب توفرها هنكمل الحلقة مع بعض. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. البنك الأهلي المصري أتاح خدمة جديدة، وهي زي ما احنا قلنا قبل كده إن هو تحويل المعاش على خدمة أو تطبيق فون كاش الخاص بالبنك الأهلي المصري. ومش لازم يكون ليك حساب جوه البنك، او مش لازم يكون ليك اللي هو كارت ميزه جوه البنك. هو طبعا الموضوع بدأ الاول بتحويل المعاش على حساب جوه البنك، وبعد كده بدأ يطور الموضوع عشان يخليه اكثر سهوله. قال لك لا، لازم ممكن تعمل كارت ميزه اللي هو كروت الميزه اللي هي المدفوعه مقدما وتحول المعاش عليه. دلوقتي قال لك والله لو انت ما عندكش حساب او ما عندكش كارت ميزه ممكن تحول على محفظه فون كاش البنك الاهلي المصري وتسحب عن طريق المكنه من بره. طبعا طريقه سحب الفلوس بصفه عامه من على محافظ الفون كاش هسيبها لكم تحت في صندوق الوصف الخاص بالحلقة. أهم حاجة في شروط معينة خاصة بتحويل المعاش على محافظ الفكاش. أول حاجة لازم يكون الخط التليفوني اللي أنت تحول عليه المعاش باسمك. تاني حاجة لازم كمان يكون لازم يكون لك محفظة أصلا جوه البنك، يعني ما ينفعش أنت تقوم واخد يعني جواب تحويل المعاش على محفظة الفون كاش وأنت أصلا مش عامل محفظة. لازم يكون محفظة فون كاش فقط لا غير، يعني خاصة بالبنك الأهلي المصري، مش أي محفظة إلكترونية خاصة بأي حاجة. تمام. الموضوع ده سهل يعني هيسهل على ناس كتير موضوع التحويل، ان في ناس مثلا ما بتحبش يبقى ليها حسابات، ما بيحبش مثلا تخش جوه البنك كتير. فطبعا عن طريق التطبيق بتخش المعاش بيتحول عليه، ويبقى طبعا التطبيق بيبقى ظاهر قدامك امتى المعاش كان اتحول ولا لا. مش محتاج تروح البنك الا اذا كان حصل فيه مشكله او حاجه، وبتيجي على المكنه من بره بتقوم ساحب المعاش بتاعك. وده طبعا بيبقى فيه اكثر سهوله من الموضوع، اكثر ايه يعني مرونه في التعامل مع المعاشات والتعامل مع البنك. لغاية هنا تكون خلصت حلقة النهاردة. أتمنى تكون حلقة فادتكم، وإن شاء الله بكم في حلقة جديدة، ومع السلامة.